بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعلى بالصوت عشان ايه؟ بصراحة بعد الماتش السكر علي اثناء المباراة في اخر 10 دقايق بعد طرد محمد صبحي. وهنا هي لعيبة الزمالك دي تلامذة ولا يعني الراجل في جون دخل، الراجل ماسك الكورة، فين لعيبة الزمالك اللي تروح تحمي محمد صبحي؟ فين؟ حتى برضو قرارات الحكم هم بيروحوا على الحكم مخوفينه وانتوا واقفين سلبيين وانتوا كسبانين 10 عشان ان انتوا ما تحتكوش. انا مش عارف لعيبه الزمالك اللي بنقول فيهم خبره وفيهم ناس لعبه دولي وفيهم وكل الكلام ده في ايه؟ يعني موقف زي ده الحارس ما يتسابش، صبحي ما يتسابش، تجروا عليه عشان يبقى فيه حمايه له. ولكن لعيبه تلامذه، لعيبه مش عارف، مش في دماغها. دي حاجه. تاني حاجه، كابتن معتمد جمال، يعني زي ما بنشيد بيك لازم نقطع فيك بصراحه، لانك انت السبب في حرقه الدم، والمباراه دي لو كانت راحت انت السبب فيها. اول هام قلت لك 100 مره بزيرة ده ما يطلعش من الملعب، ما يطلعش من الملعب. منزل احمد شريف ما بيعرفش يلعب. انت بتنزله ايه؟ خوفا ولا مجامله؟ بتنزله خوف عشان جون ادوار ولا مجامله لجون ادوار؟ ما على حسابك، ما انت اللي هتمشي. هو انت مفكر لو انت النهارده كنت خرجت كان حد هيرحمك؟ ما حدش هيرحمك، ولا حد هيقول لك جون ادوار، ولا حد هيقول لك ولازم يا عم جون لازم ترجع عواد. سيبكوا بقى من الافلام دي. عواد عمل لك ايه؟ يعني احنا عمالين نشيد بيك والرؤيه والانضباط واوضه اللبس والصفقات، انما في ايه بينك وبين عواد؟ بالعربي كده في ايه؟ عايزين نعرف في ايه. الماتش اللي جاي يعني من بكره لازم يرجع. النهارده الراجل قاعد في المدرج وراجل زملكاوي اكتر منك. انت بتاخد على كل راس، معروفه كده، بتاخد على كل راس اللي بيمشي او اللي بيجي. انما ده راجل لعيب في نادي الزمالك وياما جاب بطولات لنادي الزمالك. مش هقول اكتر من كده يا عم جون، ومش هقول بقى لمجلس اداره اللي هم مش داريين بالدنيا. ده لعيب في نادي الزمالك لازم تحموه. ما علينا، نرجع تاني. مباراة تشكيل زي الزفت من البداية. ما حدش يقول لي بقى اصل ايه ما عبد الله السعيد كان كويس، لا هو بدأ، لا والله العظيم بادئ زي الزفت. اول هام انت حاطط بزرة ليه ناحية الليفت؟ ما هو انت عارف بيقل بنسبة 80% من مستواه لما بيبقى ناحية الليفت. انت حاطط لي عدي وحاطط، العب يا عم بالاتنين راسات حربة ودخل بزيرة تحتيهم. على الاقل لما بيلعب 10 بيبقى عنده الحرية ان يتحرك يمين وشمال وكل الكلام ده. انما انت تقوم جاي رمولي ناحية الشمال مموت الخطورة، وبعدين لما تيجي تغير تفكر فيه هو. يا راجل ده الواحد كفرت الواحد يا راجل، النهارده كفرته. ده هو الوحيد اللي عامل لك شكل، وهو اللي عامل لك منظر، وهو اللي عامل لك الخطوره، وهو اللي عامل لك ده في الدفاع بيرجع مع الراجل، في نص الملعب بيسلك لك الكوره، في الحته اللي قدام بيعمل لك الاجوان او بيجيب الاجوان. انا ما اعرفش لما يكون عندك لعيب زي ده وتقوم جاي مغيره وسايب الدباغ وسايب اللعيب ومنزل لي 2 لعيبه، اقسم بالله لعيبه خلاص لازم تمشي بعد ماتش النهارده. لازم ما نشوفهمش تاني، لا احمد شريف ده ولا اللي اسمه سيف الجزيري. بصراحه حاجه تقرف. فبدات غلط. لازم تلعب باحمد ربيع ده ومحمد شحاته، وقدامهم ادم كايد او فتوح. عبد الله قلت لك يلعب اخر 10 دقايق وخارج ومش عاجبه، يعني خارج النهارده مش عاجبه. هيقول لك ما رفع الكوره، ما بيرفع 40,000 كوره. هو عاملها اسيست، ده رافع كوره وخلاص. وبختك يا ابو بخيت. الكوره الثانيه اللي اتشاطت المفروض يحطها في البعيده، حاططها في الضيقه، لولا الراجل اللي اسمه الدباك ده قام جاي كاتمها في الجون. فما حدش يتكلم عشان ما يقوليش ايه اصلي ماشي. وفي الاستوديو التحليلي بيقول لك ايه؟ لا عبد الله كواليتي ايه ده لازم يبطل. ده انتوا بطلتوا شيكابالا، لازم يبطل شيكابالا اللي لغايه ما بطل وهو كان اخطر. لما بينزل بيبقى اخطر لعيب في الملعب. ده ما بيلعب ال 90 دقيقه او ال 70 دقيقه او ال 80 والله ما بنحس بيه. على الفرقه لان اصلا ما بقاش زي الاول خلاص. عايز قلت لك اديله ربع ساعه تلت ساعه زي ما انت جاملت عمر جابر وجاملت احمد شريف وجاملت سيف الجزيري. بدأ الشكل وحش قوي مع انها فرقه
قليله جدا وفرقه نازله مسلمه لك، جبت جونين. يبقى انا بعد كده بقى ما انا مش قاعد في فرح عمال بقى اطلع على المسرح بقى وانقط وانزل يا عم احمد يا شريف، وانزل يا عم سيف يا جزيري، وانزل يا عمر يا جابر. ايه يا عم في ايه؟ ده ماتش لو دخل جون تتكهرب زي ما انت اتكهربت، وطرد محمد صبحي كهرب الدنيا وخلى كل لعيبه كل جماهير الزمالك قاعده في الاستاد. اقسم بالله هتموت. اللي الضغط علي واللي السكر غلي علي والغلي غلي ايه؟ ما هو انت غليت كل حاجه يا عم معتمد النهارده. حاجه والله العظيم. الشوط الثاني بدا انت مسحوب منك نص الملعب، اعمل التغييره او جاي بس شادد عبد الله وحاطط احمد ربيع وخلي فتوح قدامه شويه، وتنزل شيكوبانزا وتودي بزيره ناحيه الرايت عشان تبقى فرقه بجد. وعايز تطلع ناصر الرمانسي طلعه، عايز تطلع الدباغ طلعه، انما الدباغ يلعب 90 دقيقه برضه حاجه تجنن يعني. عشان بس ما ننساش في واحده بنتايج شاطها الشوط الاولاني والدباغ كملها، واحده جت في العارضه والتانيه جت في القائم. بعديها قلنا ربنا يستر يا رب الماتش ما يقفلش، والماتش فعلا قفل. والراجل بتاعهم جاب جون من نص الملعب، جون عالمي محدش يسأل عنه، ده لا وقته ولا تقديره ولا حد. حتى لو الجون فاضي والله قلت له شوط من هنا وربنا لو شاطها 100 مره ما هتيجي بالشكل ده. المهم اتكهربت الدنيا وجه صبحي اتطرد. ايه قبل الطرد بقى؟ انت بقى منزل احمد شريف ليه؟ انت نص الملعب مسروق منك والماتش خلاص، الفرقه الثانيه دخلت في اللقاء وهتجيب اجوان. انت فين بقى تغييراتك اللي هي تمشي مع سير المباراه؟ مفيش. احمد ربيع وكنت حطيت احمد فتوح قدامه شويه وتقوم جاي شايل فتوح وتقوم جاي حاطط ادم كيت في اخر ربع ساعه 10 دقائق شويه. وكان لازم شيكوبانزا يلعب. احمد شريف ده ما نشوفش تاني. شيكوبانزا وتودي بزيره ناحيه الراي، كنت هتظبط الملعب تاني وهتلعب. حتى لو لعبت على الهجمه المرتده هيبقى في خطوره وهتروح تجيب اجوان. وحتى لو ما لعبتش على الهجمه المرتده هي فرقه اصلا كانت ضايعه. هو لولا الجون اللي جه من نص الملعب ده والله هي ما ليها اي تواجد ولا ليها اي خطوره. انت اللي عملت كده فيهم النهارده. فنصيحه ليك بقى يا عم معتمد، عشان انا مش هقولها كل مره، بزيره ما يخرجش من الملعب. ده اخر كلام عندي، بزيره ما يخرجش من الملعب، لانك انت بتتكشف. انت بتتكشف كمدرب وكلعيبه لما الراجل ده بيخرج. والله العظيم بتتكشف، فرقتك بتتكشف. مبروك لجماهير الزمالك اللي النهارده بتدي دروس لكل جماهير مصر. النهارده الساعه الكامله 45، لو قالوا 100,000 كان حضر 100,000. الجمهور اللي بيروح يشجع الكيان، ما بيشجعش عشان يكسب ولا يخسر ده هو مساند الكيان من اول. يعني لو في نادي بيعدي بالظروف اللي بيعدي بيها نادي الزمالك دي، اقسم بالله ما في جمهور، ما في 2 3 يروحوا يتفرجوا عليه. ورغم كده يقول لك الساعة 2000 متفرج، تلاقي التذاكر راحت في ثانية، 40,000 راحت في ثانية، كلها اتباعت في ثانية. ليه؟ لأن الناس بتشجع الكيان، مالهمش دعوة لا بلعيب، مالهمش دعوة لا بمدير فني، ولا ليهم دعوة بالإدارة. هم بيروحوا يساندوا كيان نادي الزمالك. فالناس دي بتدي دروس ان انا بروح مش عشان ان انا اكسب، انا بروح عشان اكسب الفرقه. في فرق قوي لما انا بروح عشان ان الفرقه بتكسب، لو ما كسبتش ما اروحش. وفي فرق لما انا بروح على الحلوه وعلى المره، سواء بتكسب او بتتعادل او بتخسر. وعندك عبره في ماتش انبي، يعني الجمهور كله كان جمهور نادي الزمالك، ورغم كده الماتش اللي هو النهارده اهو شوف 45,000 متفرج موجودين في الاستاد. فنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك بتدي دروس في التشجيع. كنت عايز اقول حاجات كتيرة على المنتخب والكلام ده، بس احنا نعمل فيديو للمنتخب لوحده، لان بصراحة اللي بيعمله الكابتن حسام حسن ده بصراحة حاجة يعني لا فيها عدل ولا فيها حاجة اسمها كورة ولا فيها حاجة. انت هنتكلم في الفيديو بقى، وبعد كده نبقى اللي فيه الخير يقدمه ربنا. السلام عليكم.